مستوى ليس من الأفضل بالتأكيد، ونتيجة مخيبة بالنسبة لك وكل المجموعة وخاصة الجماهير المغربية. ما الذي لم ينجح الليلة؟ حسنا، كان هناك الكثير من الأخطاء الفنية، وكان ينقصنا ربما الصبر في بناء اللعب. كان هناك تسرع كثير، كان هناك قليل من الفرص كذلك، ولكن في الشوط الأول كان يمكن إنهاء المباراة ربما، ولكن في هذا المستوى أي شيء تضيعه تعاقب عليه مباشرة. حاولنا في النهاية وعدنا من المفروض بضربة جزاء، ولكن أضعناها. كانت هذه ستعدل النتيجة، وهذا سيمكننا من العودة في المباراة، ولما لا اكتشاف طاقة جديدة متجددة. ضربة الجزاء آلمتنا كثيرا، وبالتأكيد لم نفعل ما هو مطلوب. كان ينقص بعض الأشياء، وأنا أتحمل كل المسؤولية في هذه المباراة. اللاعبون قدموا كل شيء، اتبعوا التعليمات بالحرف، ونحن سنتعلم من هذا الإخفاق الذي لم نكن ننتظره وليس متوقع. نحن أتينا بتواضع كبير، ولكن اليوم يجب أن نقبل بأننا أخفقنا في مهمتنا. خيبة أمل لجماهيرنا الذين ساندونا منذ بداية البطولة، ساعدونا كثيرا، واليوم هذه